فاروق فضل FP&A اناليست في جنرال موتورز. CMA هي واحدة من أكبر 3 شهادات مهنية في العالم تهم كل اللي شغال في الفاينانس بروفيشن. أنا بعتبرها من وجهة نظري هي المدخل الطبيعي لأي حد حابب يشتغل في مجال الفاينانس. CMA بتقدم اوفر فيو لكل التوبكس الموجودة في الفاينانس تقريبا. بارت 1 بيركز مينلي على توبكس مهمة جدا زي الكوستنج والبادجيتنج والبرفورمانس ايفالويشن. في بارت 2 مثلا بيركز جدا على ازاي تقدر تنقل من فكره انك تبقى اكاونتنت لفكره انك تبقى فاينانشال اناليست. بتهتم جدا بان انت تانلايز وتفوركاست الفاينانشالز بتاع الشركه بتاعتك. السي ام اي فادتني في حياتي المهنيه ازاي؟ السي ام اي اثرت معايا في نقطتين مهمين جدا. كان انا ليا هدف قبل ما ابدا كاريري ان انا اشتغل او انقل من شغل الاكاونتنت لفاينانشال اناليست، وان انا اشتغل وانقل من شركه لوكال لشركه مالتي ناشونال. السي ام اي فادتني جدا في النقطتين دول، وساعدتني جدا ان انا انقل فعلا شغلي من ان انا بدات كاكاونتنت لان انا اوصل فاينانشال اناليست، وان انا انقل من شركه لوكال لشركه مالتي ناشونال. مش ده بس اللي انا استفدته من دراستي للسي ام اي او ان انا خدت السي ام اي، فادتني جدا وانا بعمل مثلا انترفيو في شركتي الحاليه. انا حاسس ان انا كواليفايد انف. الاسئله بتسالها مثلا انا كونفيدنت جدا في اجاباتي. ده اثر معايا كمان في شغلي بعدين لما بدات اشتغل، لقيت الكلام اللي انا بدرسه ده فعلا بيتطبق عملي. فكنت انا داخل اكسبيرينس قليله، لكن الحمد لله الدراسه اللي انا درستها كلها فادتني جدا في شغلي، لان نفس اللي انا بدرسه لقيته موجود بيتطبق فعلا عملي. مصطفى وحسام انا هتكلم باعتبار ان انا كنت طالب عندهم مش بس صديق ليهم. انا بدات مع مصطفى وحسام من قبل ما اتخرج من الكليه. هم بقى عندهم ميزه مهمه جدا جدا، ان هم بيربطوا دايما الواقع العملي بالاكاديمي. يعني بيربط دايما النظري بالعملي في الشرح بتاعه، مش مجرد بيلقن او بيدي معلومه وخلاص او بيجهزك للامتحان. لا، الشرح كله بيركز اكتر على ربط النظري بالعملي. فانا لما خلصت الدراسه وبدات اشتغل لقيت فعلا الكلام اللي هم كانوا بيقولوه موجود ونفعني جدا 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 في شغلي. عندهم نقطة تانية مهمة جدا تفيد تقريبا أي حد هيدخل الكورس، إن هما مش بس انستراكتورز، هما كمان منتورز لكل الستودنتس اللي هتدخل. مصطفى وحسام تقريبا بقالي معاهم 4 أو 5 سنين. أنا خلصت الكورس من زمان وخدت الشهادة الحمد لله، ولكن مفيش موقف بتعرض له في حياتي غير لما بلجأ لهم. لازم دايما ارجع لهم في اي قرار قبل ما اخده، قبل ما امشي من شركتي، قبل ما اروح شركه جديده، قبل لو وقف قدامي اي مشكله في شغلي لازم برجع لهم، ولازم بيكونوا هم المنتور بتاعي او اللي بيدوني الفاينل ديسيجن اللي هيساعدني فعلا ان انا اتطور واوصل للمكان الاحسن في شغلي وفي حياتي عامه. في النهايه بس انا حابب انصح اي حد حابب يبدا شهاده السي ام اي ان هو يبدا مع مصطفى وحسام، لان فعلا هيفرق معاكم جدا جدا شرحهم وربطهم الواقع العملي بالنظري، وان هم يكونوا منتورز ليكوا في حياتكم. هتفيدكوا جدا جدا اكتر كمان من الشرح ومن الكورس نفسه.